صوت الشعب من دمشق. لازم اصلا لان هنا نستخرج فكر من عنده. هو الفنان مش بس مايك، مش بس غنى، يعني لازم يكون مثقف، لازم يكون حاضر، لازم يكون له كلمه لو سلبيه بس عنده فكر. تنشوف احنا فكره وين؟ ما في ناس تمشي وراه وتتاثر فيه. ليش هو فضل مبسوط باللي مسويه؟ ايه اكيد بيكون هو مبسوط. ليه لا مبسوط انه هو بينه وبين نفسه. سامحيني معلش، هو وراه كثير فانز لي عنده فضل، في فنانين كبار فان لفضل وفانز لي. هو مبسوط انه كل اللي كانوا يحبونه يبيهم يربون لحيه، مع احترامي للكل. شوف انا شخصيه مستقله ما بيهم رحلوها احلو انا لا بالضبط، انت لحيتك فنيه، بس لحيه التفرقه والعنصريه والكذب والنفاق باسم الدين واسم الله مرفوض من فضل ومن غيرها. مبسوط طبعا. اتهام لفضل انه لا هذه حقيقه هو اعلنها. انا كنت اعشق فضل. تعرفيش فضل بالنسبه لنا خصه كفنانين هو الحس، والحس اذا تبرى من الصدق هذا ما عاد حس. احنا كنا مغشوشين في هذا الحس. انت عندك انتماء حر فيه، بالعكس كلنا حنحترمه، بس ما تقعد تعيب باللي قبلك وباللي انت كنت فيه واللي وصلك ان عملك فضل. ودرجة انا شفت لمرة على يوتيوب حاجة وصلتني على تويتر وفتحت يوتيوب، يعني فضل كأنه انا ربكم الاعلى وكل حد غيرنا احنا في النار. طائفي عيب. انت شو اللي كنت الفن اللي تقدمه والحب اللي تتكلم عنه لما انت نص الفانز حقك شيعة ونصهم مسيحيين ونص سني ونص سلفي ووهابي وبودي ومن كل اديان الطوائف. عيب انك انت كنت تغشنا. بالضبط، كنت تغشنا كل الوقت الماضي بالمحبة والإحساس والصدق اللي تتكلم فيه، وحبيتك ورحت وتغني الفيروز وتغني ما بعرف مين. انت شوهت كل حد غنيت له. يعني انا فضل كثير حالة استفزتني في العالم العربي اللي حاصل من كذب ونفاق. اي واحد بيتميز عنك انت كرابعة صار يسوي نفسه مؤمن للعالم وكرجل يعمل لحية ويقصر الثوب انه انا الحين صرت عندي مفتاح الجنة بامر الله كلكم جهنم. هذول الناس كلهم مرفوضين، هذول وباء سواء كانوا على الفن او غيره. بالعكس this is why انا اقول ليش تتكلم. لا انا ابغى كل فنان يتكلموا خط السياسي تفهم انا عقلياتهم، هل احنا مغشوشين فيهم او لا؟ هل احنا هذول العالم اللي كنا معتبرينهم ايدل للاحساس وكنا مميزينهم عننا حتى لما نسمعهم يا ماما نقعد نبكي وحالتنا حاله، هذا كله كذب. احنا نغشينا، هذا يتعاقب يتحاسب. على كل حال رايك كل الاراء اللي وردت بهالحلقه عن كثير من الفنانين هي تخصكم، وحق الرد طبعا موجود. صوت الشعب من دمشق.